لو ناوي تزور تايلاند قريب احفظ الفيديو، لأني هقولك على أهم الرحلات اللي لازم تعملها، وكمان إزاي تحجزها بسعر أقل من سعر الحجز العادي. أول رحلة معانا هي رحلة جيمس بوند آيلاند، ودي من أكتر الرحلات اللي بتحسسك إنك جوه فيلم. الرحلة بتكون في منطقة اسمها بانج ناجا باي، وده مكان مشهور جدا بالجبال الحجرية العملاقة اللي طالعة من وسط المية بشكل غريب. أول محطة بتكون باناك آيلاند، وهنا بتركب الكياك الصغير وتدخل وسط الكهوف، وأوقات بتضطر توطي راسك علشان المركب يعدي لحد ما تلاقي نفسك وسط لاجون، وده مكان سري وسط الجبال. المكان هناك هادي بشكل غريب، والمية لونها أخضر فيروزي كأنها متعدلة بالفلاتر. وبعدها بتروح على هونج آيلاند، وده بالنسبة لناس كتيرة أحلى جزء في الرحلة كلها، لأنك بتلف بالكياك وسط الجبال والصخور، وفي لحظات بتحس إن المكان مش حقيقي. وبعدها الرحلة بتكمل وبتروح لمكان مختلف تماما، وده المكان اللي بتتناول فيه الغداء، وهي قرية كاو باني. دي قرية عايمة فوق البحر، عبارة عن قرية بقالها أكتر من 200 سنة. هي قرية مسلمة موجود فيها مطاعم، وموجود فيها مدرسة ومسجد، وكمان ملعب لكرة القدم. وأخيرا بتوصل لأهم نقطة، وهي جيمس بوند آيلاند، الجزيرة اللي ظهرت في فيلم The Man with the Golden Gun. هي حرفياً واحدة من أشهر أماكن التصوير في تايلاند. بس نصيحة مهمة، لو هتحجز الرحلة ما تحجزش من الفندق مباشرة، لأن غالباً السعر بيكون أعلى بكتير. الأفضل إنك تحجز من تطبيق كلوك أو جاء يور جايد، أو من المكاتب السياحية اللي موجودة برا الفندق. بس لازم تشوف أكتر من مكان وتقارن ما بينهم، وخلي بالك ما تختارش أرخص رحلة وخلاص، لأن غالباً بيكون في فرق ما بين عدد الناس وجودة المراكب وكمان التنظيم ووقت الوقوف في الأماكن المهمة. فلو عايز رأيي، اختار رحلة يكون فيها سبيد بوت، وكمان يكون فيها كياك وعدد الناس فيها مش كبير. وفي الجزء الجاي هقولك على الرحلة اللي ناس كتير شايفاها أجمل من جيمس بوند نفسها، وهي رحلة فيفي آيلاند ومايا باي. سلام.